الراجل ده بيسمع صوت التليفون بيرن وبيكون في الشارع وبياخده وبيفتح عليه وبيقول له مراتك معايا، لو ما جبتش مليون دولار هقتلها. وبيحاول يقول له انه مش جوزها بس مش بيخليه يتكلم، وبيقول له هي حبيبتك، وبتعيط وبتقول له ارجوك انقذني. وبيروح للظابط وبيقول له البنت صاحبة التليفون ده مخطوفة، انا لقيته في الشارع، ابويا عايز فدية عشان يسيبها. وبقول له انت اللي خطفتها، تبقى انت عشان سرقت تليفونها وخطفتها وقلت عايز فدية، وبياخد منه التليفون وبقول انا بحاول اساعدها ومش بيصدقه. وبياخد التليفون وبيرمي الكاب بتاعه وبيطلع يجري وبياخد الاول الكاب وبيجي وراه بس بيكون هارب، ولما بيمشي بيكون مستخبي في الزبالة وبيعرف عنوانها من تليفونها. وبيدخل على البيت وبيكلمه وبيقول له حضرت الفلوس، وبيقول انا في البيت بس مش معايا فلوس. وبيقول له ايه انت مش معاك فلوس؟ امال ايه الفلوس اللي في الخزنة دي؟ وبيدور وبيلاقيها وبيقول له رقم السر ايه، ومراته بتقول له انت كاتب على البرواز. وبيلاقي الرقم وبيفتح الخزنة وبيلاقي فلوس وسبائك كتير، وبيمسك الشنطة وبيحط فيها فلوس، بس جوزها الحقيقي بيرفع عليها السلاح وبيقول له مراتك اتخطفت وطالب فلوس وانا بحاول اساعدها، وهو مش بيصدقه وبيقول له وطي. ولما بيوطي بيمسك الفازة وبيضربه على دماغه